السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لك على موقف حصل لي، ومن ساعة ما حصل لي ابتديت أحوش وابتديت أقتنع بفكرة التوفير، وإن أنا لازم أقتصد، وإن أنا لازم أعمل حاجة. طيب، إيه هو الموقف بقى اللي حصل لي؟ أنا كنت دايما الأول عايشة عمالة أقول بقى إيه، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، الرزق ده بتاع ربنا، وإن شاء الله بكرة ربنا يبعت. وفعلا ربنا بيبعت، بس ما كنتش أعرف أبدا إن أنا ممكن أتعرض لحاجات وإن يجي يوم وما يبقاش فيه. ده بقى اللي حصل لي. أصرف وأقول إيه، ابني ابنك ولا تبني له، واخد بقى الحاجات دي يا ستي ان شاء الله ربنا هيسهل. وكنت كمان ايه لما اتزنق قوي استلف. ايوه استلف، وكنت بلاقي اللي يسلفني وبس. يعني ما كنتش اعرف برضو ان اللي بيسلفك مرة مش هيسلفك التانية، وانه عشان هو ذوق معاكي مرة انتي بقى تاخديها بقى حلوانة في سلوانة. فمن ساعتها بقى الموقف ده حصل لي، وقلت ابدا ابدا، مع اني كنت بقى خلاص صرفت كتير وصرفت كل اللي ورايا وقدامي، ان انا ابدا من الصفر دي واحوش كانت صعبه قوي. اللي حصل لي ان انا مره كنت بستلف من واحده، مع انها كانت ذوق معايا جدا، عشان انت عارفين مواسم العيد والحاجات دي بتبقى مصاريف اكتر والدنيا اكتر وكده. فقلت خلاص اوكي، هستلف والشهر الجاي ابقى اسدد عادي يعني. كانت الحياه سبهلله. المهم راحت كسفتني، فانا بقى لا كرامتي ولا مستوايا ولا انا كشخصيتي ولا مستواي الاجتماعي ولا اي حاجه كرامتي. يعني اي حد عنده كرامه حتى لو مين. حزت في نفسيتي قوي، كنت ببكي ببكي بمرار، مش عشان هي رفضت، هي حقها ترفض يعني عادي، بس عشان انا عملت في نفسي كده، علشان انا اللي ما حوشتش. كنت بستهون جدا بالناس اللي بتقعد تقول نحوش ولازم نحوش، كنت بعتبر ايه ده، لا يعني عادي نصرف ونعيش حياتنا ونحسن من مستوانا الاجتماعي، ما فيش مانع ابدا نعمل كده، بس مش معناها ان احنا ما نحوش حتى لو 10 جنيه. مش معناها ابدا، مش معناها ان انا اقول واستسهل ان انا لما اتزنق استلف. يعني ايه؟ ما انا اللي هلاقيه يسلفني النهارده مش هيسلفني تاني، ولو هو سلفني انا فين كرامتي؟ هو ليه انا استلف؟ ما يعني ليه؟ فين كرامتك؟ من ساعتها ابتديت اعمل حاجات يعني كنت فاكراها ان هي صعبه وطلعت مش صعبه خالص، من التوفير، من الاقتصاد، من التحويش، والله العظيم. وطلع الموضوع جميل جدا وممتع جدا ان انتي تحوشي وتدبري. استنيني الفيديو الجاي هقولك عملت ايه بالظبط وحوشت ازاي، والموضوع طلع سهل، وازاي ربنا بيعينك لو انتي نويتي فعلا ان انتي تبداي تحوشي. ان شاء الله اكتبي لي في الكومنتات انتي تعرضتي للموقف ده ولا لا، ويا ربنا ما يوري الموقف ده لاي حد ابدا، بس ادينا بنتعلم من غلطنا. وقلت افيدكم بالتجارب. اوعي اوعي تستلفي، اوعي ما تحوشيش حبايبتي.